في حالة إعادة تصحيح إن أنا أعمل عملية ليزك تاني، إيه النوع اللي أنا هاعرف أعمله؟ طبعًا لو نظري ضعف بعد عملية تصحيح بابدأ إن أنا أعمل أشعة الفحوصات لو فحصي كويس على حسب نوع العملية اللي أنا كنت عملتها. لو أنا كنت عملت ليزك سطحي اللي هو الBRK فقدامي إن أنا ممكن أعمل ليزك سطحي تاني أو إن إحنا نعمل فيمتوسمايل. لو أنا كنت عامل عملية ليزك فاللي بيبقى عامل ليزك بيعمل ليزك تاني وهكذلك اللي عامل فيمتو ليزك بيعمل ليزك، لأن إحنا بنبقى عاملين شريحة واحدة في القرنية بننزل ليزر بتبقى حاجة اسمها تقوية للخلايا بتاع القرنية. لو أنا عامل فيمتوسمايل فممكن نعمل ليزك سطحي، ممكن نعمل عملية جديدة اسمها سيركل دي بتحول عيان الفيمتوسمايل لعيان فيمتو ليزك فبيعمل عملية بيحصل على ريكفري أعلى. طب في نوع من أنواع عملية تصحيح لو أنا عملته ما أقدرش أعمل تاني؟ لا، كل أنواع ينفع نعمل. طب لو أنا نظري ضعيف واحتجت إن أنا أعمل عملية بس رحت وما لقيتش إن أنا ينفع أعمل، ما ينفعش نعمل لأن كان نظري عالي قوي قبل العملية، سم قرنية بقى قليل. في أمراض تانية مناعية مثلا هي اللي أدت النظري ضعف فدي بيبقى علاجها هيستاهل إن هو يتعالج الأول، فالحاجات دي كلها هتمنع إن إحنا نعمل العملية تاني.